هلا، شلونكم؟ واليوم راح اسوي وياكم اطيب فاهيتا دجاج. ممكن تجربوها للغدا او للعشاء. كل سهلة وبسيطة وطعمها يجنن. نبدي بالطريقة. بسم الله. بالبداية نضيف قليل من الزيت الزيتون او زيت عادي تستخدمون، ونضيف مكعبة من الزبد، واذا الزبد ما متوفر تقدرون تستبدلوه بالزيت. عندي هنا قطعتين من صدر دجاج مقطعتهم بهذا الشكل ارفاع وطوال. ننزل الصدر الدجاج، هنحمص الصدر الدجاج كل زين. بعد ما تغير لون الصدر الدجاج عندي بهذا الشكل، حنضيف على الدجاج كوب من المي المغلي، حغطيه وتركه على نار متوسطة لما يستوي عندي صدر الدجاج. بعد ما نشف عندي مي الدجاج حضيف البصل والفلفل الالوان، نحمسه كل زين لما يقبل عندنا الفلفل والبصل. بعد ما ذاب عندنا البصل والفلفل بهذا الشكل، هنضيف التوابل: بابريكا مدخنة، توابل قص الدجاج، كزبرة، فلفل اسود، ماجي، ثوم بودرة. حكتب لكم التوابل اسفل الفيديو هنا. نحمسهم كل زين. هضيف 3/4 الكوب من اللبن، تقدرون تضيفون كوب من اللبن، انا اقل من الكوب بشوية، وتقدرون تضيفون بمكان اللبن اذا ما متوفر قشطة قالة كلش طيبة تطلع وياها. واضيف ملعقة صغيرة من الملح لان انا ضايفة ماجي دجاج والماجي مالح شوية. واضيف قليل من المي المغلي، نضيف قليل من صلصة الباربيكيا، قليل من الكاتشب، اخر شي اضيف على الوجه جبن موزاريلا. ونغطيه ونتركه لما يذوب عندنا الجبن. وبهذا الشكل بعد ما ذاب عندنا الجبن هسه حنبدي نقدم. حنخلي بالصمونة بهذا الشكل، وهذا الشكل النهائي. صراحة ريحتها تجنن، طعمها هم يجنن، لان سابقا انا مسويتها هاي الوصفة كلش طيبة. جربوها، واتمنى اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون بالضغط على زر اللايك والمتابعة والتعليق الحلو. واقولكم سلامكم والعافية، مع السلامة. انتظروني فيديو جديد.